صباح او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوفوا فيه الفيديو ده. اللي ما يعرفنيش انا ميار الليثي، والنهارده اقدم لكم فيديو منتجات تحت ال50 جنيه. مهم ان هي تكون عندي. قبل ما ادخل في الفيديو ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب لو لسه ما عملتوش سبسكرايب، ولايك للفيديو ده، واعملوا لي فولو على الانستجرام. المنتج الاول، المنتج ده انا ما كنتش مصدقه الفيديوهات اللي بشوفها عنه، بس بمجرد ما استخدمته انا ما كنتش مصدقه هو قد ايه حاجه ما كانش ينفع ما تبقاش. عباره عن سبونج كوريه او يابانيه بتشيل الميك اب. في ناس بتحط عليها ميك اب ريموفر، وفي ناس بس بتغسل وشها بميه بس وبتبل السبونج دي بميه بس وتبدا ان هي تمسح الميك اب. السبونج دي اللي خلاني فعلا منبهره بيها ان هي شالت الماسكارا الووتر بروف اللي بتهبب تحت العين وبتضايقني وبتقعد ايام عامله اثر كده اسود تحت عينيا. شالتها في دقيقه. لكم فيديو عنها مخصوص، بس لحد دلوقتي السبونج دي رهيبه وبجد بجد لازم تكون عندنا كلنا. المنتج التاني المحبب الى قلبي مؤخرا هو كريم الترطيب بتاع جلايسوليد للايد والرجل والجسم، بس مش للوش. الحجم الصغير ده كان حوالي 18 جنيه، بس ده من بدري عندي، فاعتقد ان سعره زاد عن 18 جنيه. وده لسه جايباه جديد ب35 اللي هو ال200 ملي تقريبا. الناس اللي عايزه ايديها تبقى في منتهى النعومه، الكريم ده بجد ساعدني بطريقه مش طبيعيه. كنت بستخدم حاجات كتير قوي قبل كده والروتين بتاعي كان ثابت، بس مفيش حاجه فعلا فرقت في ايدي كده غير لما استخدمت جلايسوليد في الروتين بتاعي. وبرده هعمل لكم فيديو مخصوص لروتين الايد علشان قبل العيد، يعني الناس اللي عايزه تهتم بنفسها. المنتج الثالث اللي ناس كتير قوي مؤخرا مش بتستغنى عنه هو الايلاينر. الايلاينر انا كنت مؤخرا بستخدم، قبل كده يعني كنت بستخدم اماندا الاسود، وبعد كده لما بدا يبقى ناقص من السوق بدات استخدم محمود سعيد او اليزابيث هيلين. سعره مش رخيص ومش بلاقيه بسهوله، ومعظم اللي موجود دلوقتي في السوق كمان بقى مضروب بنفس سعر الغالي، فما بقتش احبه. بلس ان الريشه بتاعته صعبه في الرسم. طيب ايه البديل بتاعه بقى؟ البديل بتاعه الشيء المجهول ده اللي حتى مش عارفه اسمه ايه، هو مكتوب عليه ايلاينر فيتامين سي، هو طبعا مش فيتامين سي ولا اي حاجه، وسعره 10 جنيه، وفي اماكن بتبيعه ب15 وفي اماكن بتبيعه اقل من 10 جنيه كمان، مش فاهمه ازاي. بس صراحه يعني اثبت جدارته بطريقه غريبه، يعني انا عامله بيه ده، فمش قادره استوعب ان هذا الشيء مديني نفس الافكت بتاع محمود سعيد. فلا يا جماعه، لا مش قادره استوعب. هو بس عيبه الوحيد ان هو قليل جدا، والكميه والازازه بتاعته صغيره قوي، وتقريبا بيبقوا ماليين نصها او ربعها، بس بالنسبه لسعره ده رهيب. يعني هو بيكمل معايا الشهر بالعافيه لو بحط ايلاينر كل يوم، بس الافكت تحفه. شايفين؟ والريشه بتاعته كمان حلوه في الرسم. بصوا، يعني الناس اللي بتفهم في الرسم بتاع الايلاينر هتعرف ان الريشه دي رهيبه. الناس اللي بتعمل شيفنج، استخدمت 3 انواع من الشيفنج الاقل من 50 جنيه وهقول لكم رايي فيهم. رقم 1 بتاعت كوين اسمها لورد، دي كانت الاربعه ب15 جنيه، ودي كويسه مش وحشه، بس مش احسن حاجه للسنسيتيف اريا. التاني هو كوين برضو، بس اغلى شويه، تقريبا كان في 9 وحدات في الكيس ب30 جنيه. سعرها اعلى شويه من التانية، والماتيريال بتاعتها احسن شويه من التانية، بس برضو مش مناسبة للسنسيتيف اريا. التالت اللي جربته كان من جيلات فينوس، وده افضل نوع ممكن نستخدمه للجسم او للسنسيتيف اريا عموما. الكيس فيه 5 وكان ب40 جنيه، معرفش دلوقتي بقى بكام، بس ما زادش عن 50 جنيه خالص. دي كانت افضلهم معايا للسنسيتيف اريا. طبعا الناس اللي ممكن تقول شيفنج غلط، الشيفنج مش عارفة بيعمل ايه. جماعة الشيفنج بينفع مع اجسام واجسام تانية لا، وبيكون ليه روتين محدد كده علشان لما استخدمه ما يجيبش معايا نتيجة عكس. الناس اللي بتحب الايلاينر الملون وبتاع شي جلام بقى غالي جدا، انصحكم بالايلاينر الملون بتاع بريتي وومن. انا ما جبتش غير اللون ده عشان مش لاقيه غيره، بس اول ما الاقي المجموعه بتاعته كلها هجيب كل الالوان. انا هحط لكم صورتها لان انا بدور عليه بطريقه، كل ما الاقي صورته نازله في اي محل بروح اسال الاقيه خلص. ف انا هجربه لكم، انا لازم اجربه لكم. الفرشه بتاعته تحفه، واللون يا شباب بجد بيجمنتد جدا وتحفه على العين، يعني رهيب. انا بحبه، حلو قوي لو انا عايزه اعمل لوك مختلف كده في الصيف.
يعني جاري البحث عن بقية الالوان من بريتي وومن، وسعره كان 20 جنيه. سعره كان 20 جنيه. متخيلين؟ يعني ده بالنسبه لي احسن من بتاع شي جلام بمراحل. الناس اللي بتحط مانيكير كتير وعايزه ريموفر كويس يشيل المانيكير على طول وما يسيبش الضوافر ناشفه، انصحكم ببريتي وومن. حتى الباكجينج بتاعها لذيذ وعسول. دي القديمه بتاعتي خلاص قربت تخلص، دي كانت ب10 جنيه ايام الاسعار القديمه، ودي ب15 جنيه في الاسعار الجديده. ريحته حلوه، بيسيب طبقة زيت كده على الضوافر، فهتلاقي الضوافر بتاعتك رطبة مش ناشفة او مجيرة زي الاسيتون العادي. بلس بقى ان بتشيل المانيكير بطريقة فظيعة. يعني بمجرد ما بحط المنديل كده بس بضغط ضغطتين على ضوافري الاقي اللون راح بسرعة، ما بياخدش وقت ولا مجهود ولا بيضايقني. بقى لو طلع لي فجأة حباية مش عارفة اتصرف فيها ازاي، انا من الناس اللي لما بتستخدم كريمات التقشير على الحبوب بتعمل اثار. لما بستخدم الكريمات العاديه على الحبوب ما بتتشالش بسهوله وبتعمل راس بيضه كده وبتعمل اثار برضو وبتتفتح وبتتنقل حواليها. فاكتر حاجه كانت افكتيف معايا فعلا هو المحلول بتاع كلينداسول، ولو ناقص شويه من الصيدليات بستخدم بداله الجل بتاعه بتاع كلينداسول. جل يا شباب، مش مرهم ومش كريم. ليه الجل وليه المحلول؟ المحلول الجلد بيمتصه بسرعه، فمش بتضطري وانتي بتغسلي وشك ان انتي تفركي على الحبايه جامد، فبالتالي الحبايه مش هتتفتح او الراس بتاعتها مش هتنتشر في وشك. الجل نفس الكلام، مش بياخد مجهود في الغسيل قوي، فبحب الاتنين دول علشان افكتيف وعلشان ما بيضايقونيش وانا بغسل وشي. وسعر الاتنين لا يتعدى 20 جنيه. ده تقريبا كان ب10 جنيه او حاجه، ودي كانت ب15، فسعرهم يعني مش هيتعدى 20 جنيه. بس كده فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون فيديو لذيذ ولطيف وعجبكم. هقول لكم تاني، لو ما عملتوليش سبسكرايب ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتعملوا لي لايك للفيديو ده واعملوا لي فولو على اكونت الانستجرام. هستناكم.